الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من البيان لبعض ما عند صلاح كنتوش من التجاوز والهذيان. استمع إليه وهو يقول: الحجوري افترى وظلم أناسا ووصفهم وأخرجهم من السنة وهم ليسوا كذلك في تلك الحقبة. ركز على قوله في تلك الحقبة، يعني لما قاموا بالفتنة على دار الحديث بدماج وشيخها كانوا على استقامة وسنة، ولما تكلم فيهم الشيخ ربيع صاروا مبتدعة. والله ثم والله الحجوري ما ضبط أصول العلم. هذا اليمين يا صلاح أصلحك الله، كيف هذا؟ في هذا الوقت الذي تعتقد أن الشيخ ما ضبط أصول العلوم تكتب بحثا تسميه أخطاء الأصوليين في العقيدة، ثم تدفع به إلى الشيخ يحيى ليقدم لك فيه، فلماذا لم تجعل أحد المشايخ المؤصلين يقدم لك هذا؟ وقد قرأت مقدمة الشيخ يحيى فوجدت فيها علما غزيرا وسعة اطلاع على كتب الأصول، حيث ذكر عددا من الكتب التي عنيت به ونصح بكتب وحذر من كتب أخرى كونها على طريقة الفلاسفة. أيضا مما يكذبك من حالك أنك في الوقت الذي تقول أنك كنت تعرف أن الشيخ عنده بلاوي، كنت أعجب حينما أتصفح الدفتر، أقول هذا كله بلاوي حسب تعبيرك، تنهل من علمه وتبرك بين يديه وتقول كنت من المقربين، فلماذا بقيت في دماج ومن المقربين؟ والحالة هذه من ألزمك بالبقاء؟ هل كان هناك دنيا تحبسك؟ لا، الدنيا خارج دماج أوسع، ما كان يحبسك إلا ما تراه من العلم، كنت على خير وسمت حسن كما كان يظهر منه، وقد ذكر هذا الشيخ في مقدمته. ثم لما تعصبت وتحزبت تخربت وأصبحت تهرف بما لا تعرف، وحرمت الإنصاف وابتليت بالإجحاف وتجاريت مع نفسك حتى بلغ الحقد والكراهية في قلبك ما لا يستطاع حمله ولا كتمه، ولهذا تبثه بين الحين والآخر تنفيسا وترويحا، والله المستعان، نسأل الله لك العافية. يحيى بن علي الحجوري من أكثر الناس حمقا، فهو رجل أرعن حقيقة. يحيى بن علي الحجوري شيخك يا صلاح، وطلبنا علم أيضا كذلك عنده بعد موت شيخنا رحمه الله، قد جالسناه وعرفناه منذ مدة. هل هذا من الأدب الذي تعلمته؟ هكذا تتخاطب مع شيخك هداك الله؟ ثم لم تلبث أن شبهته بفرعون الذي قال الله فيه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فقلت ويصدق عليه قول الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، الذي وصل بهم إلى درجة أنهم يرونه أعلم أهل الأرض على الإطلاق. من أين أخذت هذا الحكم؟ هل نص عليه أحد من طلاب الشيخ أو محبيه؟ فهات لنا شخصا قال في الشيخ يحيى أنه أعلم أهل الأرض، فإن لم تجد ولن تجد فسآتيك بمن قال نظير هذا من مريد الشيخ ربيع ختم الله له بالحسنى، وسنجعل فصلا خاصا بذلك فيما يلي إن شاء الله، لأثبت لصلاح أصلحه الله أن الغلو الفاحش الذي لا نظير له في العالم إلا ما يصدر من الصوفية ونحوهم هو في الشيخ ربيع عافاه الله، الذي لا نعلم لأصحاب تلك المقالات توبة ولا نعلم لكم نكيرا على ذلك، كما علمنا بيقين توبة من قال بعض العبارات التي فيها غلو في شيخنا يحيى، ونعلم بيقين إنكار شيخنا ومشايخ السنة على تلك المقالات وبراءتهم منها. ويعني شيخنا ربيع سلمه الله وحفظه يذكر على أنهم بلغوا من الغلو ما لم يره في أي طائفة أخرى. كنت طالبتك بالحجة قبل قليل على ما تقولت به على أهل السنة طلاب شيخنا يحيى حماه الله، أنهم الذي وصل بهم إلى درجة أنهم يرونه أعلم أهل الأرض على الإطلاق. ثم علمنا من أين أتيت وما هي حجتك؟ حجتك التقليد للشيخ ربيع فيما رمى به أهل السنة في دماج، الذي تألمت من الشيخ أبي بلال أنه قال أنه ظلم أهل السنة في دماج
السؤال هنا حتى تخرج عن وصف التقليد الذي أعتقد أنك لا تحب أن توصف به، ما حجة الشيخ ربيع في كلامه هذا؟ أم أنكم تقبلون كلامه من غير حجة؟ وعلى ماذا بناه؟ هاتي. بلغ عندهم من الغلو في هذا الرجل مبلغا لم يره في طائفة من الطوائف. سبحان الله، لم يره في الصوفية ولا الشيعة ولا غيرهم. هل يقصد الشيخ الإطلاق؟ بالله نبئني بعلم إن كنت من الصادقين. هل الشيخ أدرك عموم كلامه وقصده، أم هناك تقدير محذوف يعني من أهل السنة وطلبة العلم؟ لا أدري حقيقة. فإن كان أراد العموم وهذا ظاهر كلامه كما تنقل عنه، فلا تبحث عن دليل على التجاوز وعدم الإنصاف والظلم الشنيع بعد هذا، وهو ما يترفع عنه عاقل شم رائحة العلم والسنة، فكيف بمن قضى عمره فيهما؟ نسأل الله حسن الخاتمة. حتى أنهم يعتقدون أن لا يوجد على وجه الأرض سلفي إلا يحيى الحجوري وطائفته. من قال هذا؟ تعال نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا صلاح عافاك الله من داء الغيظ والحقد، هل تستطيع أن تدلل على كلامك هذا؟ ولو استعنت بمن ترى ليسعفك ببرهان عليه، وإلا فاعلم أنك تفتري الكذب والله المستعان. يعني ما تستطيع أن تتكلم ولو 5 دقائق على الشيخ وطلابه بكلام متزن ونقد بناء مؤدب مصحوب بالحجج والبراهين؟ يعني كبار العلماء كالشيخ الفوزان والشيخ الحيدار رحمة الله عليه وأضرابهم حفظهم الله لا يساوون عندهم بصلة. وهذه أخرى، من قال هذا؟ ما هذا التهويل والتنفيذ والتصوير الخاطئ؟ فالفوزان عندنا إمام من أئمة السنة، والنحيدان كذلك رحمه الله، وربيع كان عندنا عالما جبلا جليلا حتى فرق دعوتنا وأغرى بين أبنائها، فنصح نصحا رفيعا مؤدبا فأصر على الخطأ، فحافظنا على دعوتنا وتركنا ربيعا مع عدم تجاوزنا في حقه، وبيننا وبينه عرصات القيامة يوم يفصل ربنا بيننا وهو خير الفاصلين. أنا أنصح إخواني أن لا يلتفتوا إلى مثل هؤلاء. طيب يا صلاح، الآن تنصح بعدم الالتفات إليهم بناء على ماذا؟ ما الذي قلته وأثبته فيهم من أول المقطع وأنت تفتري عليهم افتراءات لم تصدق بقضية واحدة أبدا، بداية من قضية الشاعر الذي قاله فرد واحد فلا تحمل الدعوة خطأه وقد تاب توبة نصوحا، سقطت هذه، وبقية الأمور تهويل وافتراء لا حقيقة لها. ثبت عرشك ثم انقش. وبما أنك تحتج علينا بكلام الشيخ ربيع عفى الله عنه الذي قلت أنه جرحنا بأن عندنا غلو لا نظير له، فها قد آن الأوان أن ننظر عند من الغلو الذي لا نظير له، ويكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. تنبيه مهم، كنت قد اعتمدت منشورا لخالد بن عثمان المصري وهو كان من خواص الشيخ ربيع، وقد كتب منشورا بعنوان إبطال الغلو الشنيع في الشيخ ربيع، ثم ذكر فيه عددا من الأقوال التي فيها غلو ظاهر وشنيع، غير أني لما كنت في صدد التوثيق لأقواله وقعت عيني على مقال بعنوان صد التشنيع من خالد عثمان في مقاله الغلو الشنيع، فقرأته كاملا وجدت أن خالدا هذا قد وقع في بتورات ونقل كلام أناس كانوا يقولون بعض تلك العبارات والمقولات على سبيل التهكم لا على سبيل الإقرار والمدح، مثل قول حفيظ أهواري المغربي: الشيخ ربيع لا يخفى عليه أحوال الرجال فهو عالم الغيب وما تخفي الصدور ويميز بين الكاذب والصادق رضي الله عنه، ومن اعتقد غير ذلك فهو طاعن في الشيخ. وقد رأيت في صفحة المذكور بعد هذا الكلام قوله: هذا ما يريد منا هؤلاء أن نقوله ونعتقده، فحذفت المنشور الذي كنت قد نقلته عن خالد عثمان، مع أن هناك أمور قد تكون صحيحة فيه، لكن اكتفيت بما وقفت عليه بنفسي، وما فعلي والله هذا إلا حبا في العدل والإنصاف واعتقادا لوجوبه علي وعلى كل سلفي، وبخاصة من يرد على المخالفين، وهذا ما تنصر به دعوتنا وتقوى وتسد الأبواب على المتربصين، وإن كنت حقيقة لا أعلم هل تابوا من تلك الأقوال أم لا. والظن الحسن في الشيخ ربيع أنه لا يرضى بذلك، ولكن لم نعلم توبة أو تراجعا لمن حصلت منهم تلك العبارات، وما رأينا ممن يشنع علينا ويعيرنا بعبارات أناس تابوا إلى الله وتبرأنا وأنكرنا أقوالهم، ما رأينا منهم إنكارا على ما يحصل من الغلو الشنيع في الشيخ ربيع ختم الله له بالحسنى. فمن ذلك قول خالد عثمان المصري نفسه كما في كتاب وصل الثناء البديع العالي صفحة 10:
قال: نحسب شيخنا أن الله جعله حجة في عصره ومعيارا للحق والباطل، وقد رأيته مصورا كما نقله صاحب صد التشنيع. وهذا محمد بن هادي المدخلي قبل أن يحصل ما يحصل بينه وبين الشيخ ربيع يقول: الذي يأتي إلى مكة وليس عنده شيء يمنعه ما يحرص على زيارة الشيخ مغبون، هو الخاسر. الشيخ ربيع ما يضره شيء، لكن هو الخاسر. والناس كما قلت لكم أهل السنة والله يستغربون منه، لأنه ما ينصرف عنه إلا مغموس. أما من يقيم بمكة أسبوع و10 أيام ولا يستطيع الذهاب إلى الشيخ ربيع ويقول أنه سلفي، يقول: ما الذي منعه؟ ما في وجود أعذار صحيحة عنده، ما الذي منعه؟ إلا شيء في النفس، لا شك ولا ريب. وقال أحمد بازمول في مقال له بعنوان: هل يسأل عن مثل الشيخ ربيع المدخلي؟ ويحق لنا نحن السلفيون أن نقول في شيخنا ربيع السنة حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر أنك قد جاوزت القنطرة، ولا يسأل عن مثلك نقولها بحق وبصدق وبعدل، نقلا عن الشبكة العلمية السلفية. ومما قاله في الشيخ ربيع أيضا: إمام السنة في زمانه، المرجع السابق. وهناك مقال لسالم الطويل في صفحته بعنوان: كاد الشيخ ربيع المدخلي أن يكون بدريا. ومما قيل فيه من الشعر وهو كثير جدا قول الشاعر: تغيب الشمس حين يجن ليل، وشمس ربيعنا تأبى الأفولا، وبدر ربيعنا إن يبدو يوما يجر البدر من خجل ذيولا، على نجم الربيع على الثريا فجاوزها وقد رضيت سفولا. وقال آخر وقد نشرها في شبكة السحاب التابعة للشيخ ربيع: جعلتم فداء أجمعين لنعله فإنكم منها أذل وأحقروا. وقال آخر واسمه أحمد بن عباس السلفي أبو المنذر قال قصيدة ثم قدم لها فقال: فهذه قصيدة نظمتها تبيانا لفضائل العلامة إمام هذا الزمان بقية أهل الحديث وحامل لواء الجرح والتعديل، من كان بين علماء الإسلام كالربيع بين فصول العام، الهادي لهدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام، الذي دخل في منهج السلف الكرام وعليه استقام، شيخنا الربيع بن هادي المدخلي. ثم قال: ربيع ليس يشبهه ربيع، وتعجز إن أردت له مثيلا، ربيع العام يسبقه شتاء، وصيف بعده يلد المحولا، فصول العام أنواع ولكن ربيع شيخنا فاق الفصولا. وقال آخر وهو أيضا في شبكة السحاب وقد سمى نفسه الشهاب الثاقب قصيدة سماها رسالة عاجلة إلى الشيخ ربيع المدخلي، وفيها قال: مرض الشباب بحب خب ماكر، كيف الشفاء ومن سواك مداوي، مرض الشباب بحب خب ماكر، كيف الشفاء ومن سواك مداوي، أنت الطبيب ولا خبير سواكم يدري بأمراض الهوى ويداوي. وقال صاحب القصيدة المثيرة في أخبار دجال الجزيرة، ويقصد أبا الحسن المأربي المصري، واسم الشاعر جرير السلفي، وقد وقفت على هذه القصيدة وقرأتها كاملة ورأيت هذه الأبيات فيها: فليتك تعرف قدر الربيع ولكن جهلت فلم تعدلي، تهلهل شعري بذكر الربيع ففاح عبيرا ولم يجهلي، أحب الربيع ونهج الربيع وكل ربيع فلا تعدلي، تحمل ما لا يطيق الرجال إلى ذروة المجد كم يعتلي، أجاد الجهاد ودل العباد لفعل السداد بقول جلي، شجاع أبي وبر تقي ونجم مضيء يرى من علي، تألق فالناس دون الربيع كجيد تعطل منه الحلي، تألق فالناس دون الربيع كجيد تعطل منه الحلي، يسير لدحر العدا مفردا وإن رافقوه ففي الأول، وأحلى من الشهد إن ذقته ولكن لسانك لم يغسل، هجرت الربيع فصرت الوضيع وألقيت وجهك في مزبل، فذاك طبيب الدعاة الغواة وذاك ربيع الهدى المدخلي. وهذا آخر بيت في القصيدة المشار إليها. وقال أحمد الديوان في قصيدة بعنوان نظرة الربيع في محاسن الإمام ربيع: على نجم الربيع على الثريا فجاوزها وقد رضيت سفولا. وقال آخر وهو يقارن بين الشيخ ربيع وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين طارق بن زياد، وتقول: من عجب أهذا خالد في بأسه أم طارق بن زياد، نقلا عن الشبكة العلمية السلفية. وقد تركت كثيرا من النماذج خشية الإطالة، وليس القصد الاستيعاب ولكن بما تحسن الإشارة لصلاح كنتوش ومن إليه، لأن الغلو الذي قيل في الشيخ ربيع هو حقا ما ليس له نظير في العالم،
إلا عند من تعلمون من الصوفية ونحوهم. سقت هذه النماذج كرسالة لصلاح كلثوش الذي يريد أن يثبت أن عند أهل السنة غلو في الشيخ يحيى، وأنهم يقرون ذلك ويجعل ذلك ذريعة للقدح والذم، كما فعل قبله عبد الرحيم البخاري وأسامة العتيبي وغيرهم ممن نالوا من الشيخ يحيى وطلابه بهذه الذريعة، أن هناك غلو في الشيخ يحيى في المدح وأنه يحب المدح. فهذه الرسالة إليهم والله تعالى أعلم.